السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا طهران الصمود. كمسلم غيور على دينه وغيور على إسلامه ومصير أمته من طنجة إلى جاكرتا، يحزنني كثيرا عندما أرى بابا الفاتيكان يندد بأمريكا وإسرائيل في عدوانهما على إيران ولبنان، ويحزنني أن أرى ساسة أمريكيين من مختلف المكونات السياسية، الحزب الديمقراطي الجمهوري، من إعلاميين ينددون بدونالد ترامب وبالسياسة العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. بل يحزنني أن أرى ممثلات لا علاقة لهن بالدين لكنهن ينددن بالظلم بأعلى الأصوات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية. لماذا أحزن؟ لأن من ادعى أنه من دعاة التوحيد يدعو على إيران ويدعو على لبنان أو المقاومة في لبنان. التوحيد هو أن تنتصر للمظلوم، التوحيد هو أن تغيث الملهوف، التوحيد هو أن لا تشرك بالله شيئا عباديا وسياسيا واستراتيجيا وثقافيا. التوحيد أن تكون في نصرة المسلمين. كان رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه مشرك يحتمي به يمنحه الجوار أي الحماية. ونحن للأسف الشديد نرى إخوة لنا في لبنان وفي إيران وفي العراق وفي اليمن يذبحون من الوريد إلى الوريد، ونحن نقول اللهم انصر أمريكا على هؤلاء وإسرائيل على هؤلاء. دعاة التوحيد هؤلاء هم كبار المشركين. لماذا كبار المشركين؟ لأنهم سكتوا عن الطغاة المحليين الذين ملأوا الدنيا عهرا وبيعا لقضايا الأمة، ودعموا الطغاة العالميين عندما قالوا اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين. سبحان من كشف عوراتكم وصهيونية لحاكم، وكشف أن عمائمكم هي من الموساد وليست من مدرسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي استفادت منه الدول الخليجية والدول العربية والإسلامية من الوجود الأمريكي في المنطقة العربية؟ بمعنى هذا الحرص على هذه العلاقات المتماسكة والقوية مع واشنطن، هل لديه فوائد على الدول الخليجية والدول العربية؟ وهل يستفيدون استراتيجيا واقتصاديا وثقافيا وفكريا؟ أي عقل استراتيجي يوازن بين حجم الخسائر وحجم المحاسن إذا صح التعبير يكتشف أن الرهان على أمريكا يفضي دائما إلى الخسارة الكبرى، لأن أمريكا ليست شريكا ولا حليفا، هي مدع للربوبية، تريد أن تحكم هذه الدول من واقع السيطرة والتحكم في المسارات السياسية والاقتصادية. كم مليار دولار أخذته أمريكا من دول الخليج، وكم أهانت ملوك الخليج، وكم فضحتهم في المحافل الدولية، حتى أن دونالد ترامب عندما يستقبل ملوك العرب ورؤساء العرب يهينهم بدل أن يتعاطى معهم سياسيا كما هو شأن العلاقات الدبلوماسية المحترمة. إذن ما المانع أن تطرد أمريكا من منطقة الخليج من العالم العربي والإسلامي، ونبني دولنا ونبني نهضتنا العربية والإسلامية دون الحاجة إلى أمريكا ودون الحاجة إلى الكيان الصهيوني؟ بعض الدول الخليجية كالإمارات ذابت في إسرائيل شوقا، التأمت مع إسرائيل، بات أمنها من أمن إسرائيل. وهب أن إسرائيل أعطتك أيتها الدولة بعض المهام لتخريب العالم العربي في السودان وليبيا واليمن وغيرها، هل هذا دور ينسجم مع ديننا وحضارتنا؟ لم تجني هذه الدول من العلاقة مع أمريكا غير التبعية والسقوط والخذلان والذل والعار وبيع فلسطين في سوق المزايدات الدولية. الحياة بدون أمريكا أقوى، على الأقل نصير نعتمد على أنفسنا وزراعتنا واقتصادنا وتجارتنا وبحرنا وأرضنا وشمسنا، فعيشوا بدون أمريكا ترتقون إلى سلم المجد. من الذي عمق الشرخ بين المسلمين؟ ومن ذا الذي أقام حواجز وعوائق بين المسلمين؟ فيما مضى كما يذكر كل المؤرخين المعاصرين والمتأخرين كانت المذاهب الإسلامية تتلاقى، وكان هذا يدرس عند ذاك. درس مالك بن أنس رحمه الله عند الإمام جعفر الصادق، ودرس أبو حنيفة عند الإمام جعفر الصادق، وقال لولا السنتان لهلك النعمان، في إشارة إلى السنتين اللتين تتلمذ فيهما على يد الإمام الصادق. وكان الفقهاء يلتقون ويتجاذبون أطراف النقاش في هذا الحكم الشرعي في ذاك الحكم الشرعي. لكن اليهود الذين تسللوا إلى الدائرة الإسلامية بدأوا يوسعون الشرخ بين المسلمين ويكبرون حجم الخلافات، ودونوا كتبا في ذلك لا يسع ذكرها في هذه العجالة. وفي العصر
القديم ظهر مستشرق نمساوي اسمه كراوس، وهو يهودي، وهذا اليهودي تخصص في الفرق الإسلامية والمذاهب الإسلامية، فنصح بضرورة البناء على الخلاف الفقهي لتحويله إلى خلاف عسكري وخلاف قاتل بين المسلمين. وأيضا عندما جاءت الحركة الاستعمارية الغربية اطلعت على تضاريس المسلمين الفقهية وبدأت توسع الشرق وصولا إلى بروز الحركة الصهيونية، عندما نجحت هذه الحركة في تبني الخلاف العقدي والفقهي والديني بين المسلمين. كان علماء الإسلام يرون في التنوع في الآراء غنى للفكر الإسلامي، لكن استطاع اليهود أن يحولوه إلى متراس من متاريس التقاتل بين المسلمين، فأسسوا للتكفير الذي أدى إلى التفجير، والحكاية طويلة سأرويها لكم تباعا. المواجهة الكبرى بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان العبري ستذهب بحول الله تعالى إلى انتصار الدولة الإسلامية في إيران. وفي الواقع أن إيران انتصرت لحد الآن بالنقاط، وإذا أردنا أن نعدد نقاط الانتصار فهي كثيرة للغاية، لكن أذكر منها ما يلي. أولا، كان مشروع أمريكا والكيان العبري ومشروع الأعراب الذي هو تابع بالأساس للأجندات الأمريكية إسقاط الدولة الإسلامية في إيران. كان التقدير الاستراتيجي أن إيران سوف تسقط في غضون 4 أيام بعد اغتيال القائد الإسلامي الكبير السيد علي الخامنئي رحمه الله تعالى، وبعد ذلك حسب زعمهم طبعا أن الشعب الإيراني سوف يطيح بالدولة الإسلامية، والبديل جاهز وهو عميل الموساد ابن رضا بهلوي الشاه السابق. هذا الأمر لم يتحقق في أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع أو 4 أسابيع، بل على العكس من ذلك الشعب الإيراني يتظاهر ليليا في معظم المدن الإيرانية، ورغم تهاطل الأمطار فإن الشعب الإيراني قرر أن يحمي دولته وأن يحمي مشروعه الإسلامي. فالمكيدة الأولى التي وضعها الأمريكيون والصهاينة قد سقطت بالكامل. في كل دول العالم عادة الشعوب تقول للدول أوقف الحرب، إلا في إيران فإن الشعب الإيراني يقول لدولته واصل الكفاح والنضال والجهاد المقدس ضد أمريكا وضد إسرائيل. بل رأينا أن أمريكا التي خططت لكي ينقلب الشعب الإيراني على دولته المباركة قام فيها الشعب وبات يطالب بإسقاط دونالد ترامب وطرده من البيت الأبيض، ولعل ذلك يتحقق بحول الله تعالى، والله يقتص من الظالمين والطغاة بطريقته الخاصة. الأمر الثاني أن إيران ما زالت تضع يدها على مضيق هرمز، الرئة الحيوية للمركزية الغربية وللولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فتح هذا المضيق، رغم أنها هددت بخيار الغزو البري والدخول إلى الجزر الإيرانية المتاخمة لمضيق هرمز. لم يتحقق كل ذلك. الأمر الثالث، أعادت إيران الإسلام الحيوية الاستراتيجية لمحور المقاومة، وبانضمام اليمن إلى المعركة الكبرى ضد أمريكا وإسرائيل اكتمل المحور، وبالتالي ستكون المفاجآت كبيرة وكثير من المعادلات ستتغير. استطاعت إيران أيضا أن تربك المشهد الغربي بشكل عام فيما مضى. لمن عايش السياسات الغربية وتتبع آثارها يرى الوحدة السياسية والاستراتيجية بين أمريكا وبين الدول الغربية. اليوم التباعد ازداد، الانشطار تحقق، الجدار الغربي بدأ يتمزق، وتدكدك القوى الغربية التي هي وراء كل بلايانا في العالم الإسلامي. هذا يشير إلى قوة إيران بشكل كبير، وسوف يخدم المطالب الإيرانية التي هي مطالب محقة، هي مطالب المسلمين. لا يوجد عاقل في العالم الإسلامي يطالب بإبقاء القواعد الأمريكية، الهيمنة الإسرائيلية على المال العربي والأراضي العربية. فإذا إيران هي ناطقة باسم المسلمين في التحرير الثاني. التحرير الأول كان عندما طرد العرب والمسلمون الحركات الاستعمارية من بلادهم، والتحرير الثاني الأكبر إن شاء الله سيتم بطرد أمريكا من العالم العربي الذي هو عرضة للاستعمار المباشر وغير المباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وحدة الساحات سوف تغير الكثير من المعادلات بحول الله وقوته. بالإضافة إلى ذلك فإن طوفان الوعي في العالم العربي والإسلامي بدأ يتأجج. اكتشف الكثير من المسلمين أن اللوثة الطائفية والسرطان المذهبي هو من صنع الحركة الصهيونية